السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعتذر جدا جدا عن التأخير. والنهارده من قناتنا اكلات فريدة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا وكلنا بنحبها وما نقدرش كمان نستغنى عنها، وبتخدمنا جدا وبتشرفنا في العزومات. هنعمل مع بعض طاجن الرز المعمر. هنعمله في طاجن فخار كده، كنا عملناه مع بعض قبل كده في بايركس. هنعمله المرة دي بطريقة سهلة جدا ومختلفة، وكمان هيطلع معاكي طري وجوسي وكله سوا واحد بطريقة تجنن. وزي ما انتم شايفين كمان الارضية بتاعت الطاجن مفيش اي التصاق، وسوى الرز كله واحد، وقد ايه ريحته كانت تجنن. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض ونقول كل المقادير وكل مكوناتنا والطريقة بتاعتنا. انا عندي المقادير او المكونات اللي موجوده معايا عباره عن كوبايتين كبار كده من الرز مغسولين ومش منقوعين، وبنفس معيار الكوب اللي عملت بيه الرز هعاير 3 كوبايات من الحليب او اللبن البلدي اللي كله قشطه كده وغني وحلو جدا. وكمان عندنا معلقتين من الزبده سايحه زي ما انتم شايفين او السمنه طبعا البلدي، وكمان معلقتين كبار من القشطه وشويه ملح ورشه من السكر. اول حاجه هعملها هاخد كده بالفرشه بتاعتي معلقه من الزبده وابدا اغطي بيها الطاجن عندي كويس قوي، الارضيه والجوانب وكل حته فيها علشان ما يحصلش التصاق من الرز في الطاجن عندي. وبعد كده طبعا هبدا انزل بالرز بتاعي، وما تقلقيش خالص انه مش منقوع، قبلها بفتره هتعرفوا ازاي دلوقتي وليه عملنا كده. هوزع الرز كويس بالمعلقه عندي كده في الطاجن، وبعد كده هنزل فوقيه باللبن البلدي الحلو بتاعنا. طبعا الرز اللي عندنا رز مصري بلدي عادي جدا. وبعد كده هنزل بالملح وهنزل بالسكر وهقلب كويس قوي علشان اوزع السكر والملح عندي بالتساوي وكويس في الطاجن علشان الطعم كله يبقى واحد. بعد كده هبدأ اجيب معايا علب الزبادي بعلبة علبة، وهبدأ بالمعلقة كده اخليها كريمي معايا وهقلبها كويس قوي قوي، مش عايزاها فيها تكتلات علشان تتوزع كويس معايا في الطاجن بالطريقة دي كده. وهبدأ انزل فيها واحدة واحدة، وهعمل في العلبة التانية بنفس الطريقة، هفكها كده من بعضها واخليها كريمي كده وسايلة معايا، وهنزل فوقيها على طول في الطاجن. طبعا الزبادي بيطري معايا الرز معمر جدا جدا جدا، بيخليه كده طعمه حلو وطري ويجنن. هقلب كويس كده برضو بالمعلقة بعد ما نزلت عشان برضو اوزع كويس بالطريقة دي. وبعد كده هي خلاص تمام. على فكرة من اسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها ومن اجملها كمان. هبدأ كده اوزع نص كمية القشطة اللي عندي، يعني بمقدار معلقة واسيب معلقة. هوزعها كده في كل اجزاء الطاجن عندي من جميع النواحي. وهبدأ اجيب بقى عندي حاجة ألمونيوم او اي غطا عندك تغطي بيه الطاجن الرز بتاعنا الجميل ده لمدة ساعة تقريبا، او لو مستعجلة ممكن تخليها نص ساعة واركنه على جنب علشان بقى يبدأ الرز يطرى معايا وكله ياخد من بعضه، والروعة والجمال والطعم الحلو قوي يبقى هو ده سببه معانا. بعد كده بقى هجيب عندي اي حاجة ألمونيوم عشان توزع لي درجة الحرارة كويس، واحط جواها الطاجن بتاعي بالشكل ده. وطبعا ما ننساش نجيب منديل ونمسح اي زوايد فوق علشان ما يتحرقش معايا في الفرن وتدي شكل مش لطيف للطاجن. هجيب بقى بقيه المعلقه بتاعه القشطه اللي معانا وهبدا اوزعها على الوش كده بعد ما اخدت الراحه الساعه بتاعتها. وكمان معلقه الزبده اللي باقيه اوزعها برضو، ما تتخيلوش بتدي لون للطاجن وطعم وريحه عاملين ازاي. هكمل تاني مسح بالمنديل كده، اهم حاجه عندي تبقى كويسه ونضيفه. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه وانا بعمل الحاجات دي كلها، وادخل فيها الفرن على ارضيه الفرن تحت مش على الشوايه ولا الجزء اللي هو اللي فوق الحديد، لا. وبعد ما تاخد معايا اللون ده كده هرجع بقى اكملها في نص الفرن مش في الارضيه على الشبكه، واخليها تكمل سواها عادي خالص لحد ما تطلع بالشكل اللي يجنن ده. ما تتخيلوش فعلا فعلا ريحتها عامله ازاي، حلوه قوي وطالعه معاكي كده كريمي جدا، والرز كله مستوي وسوا واحد ومفلفل معايا كده، وكمان طريه وجوسي جدا جدا من الوش بقى زي ما قلنا ومن النص وفي كل حته. ما تلاقيش حبايه رز كده ناشفه ولا حته كده طريه وحته لا. لا بجد تحفه. وهوريكم الرز معانا دلوقتي عامل ازاي، بصوا. طبعا هي سخنه جدا بتطلع دخان زي ما انتم شايفين، بس كان لازم اوريها لكم. طري جدا ومفلفل وحلو ويجنن. وهوريكم كمان دلوقتي الارضيه بتاعه الطاجن نضيفه ازاي ومفيش فيها اي حاجه لازقه من الرز خالص، وطالع معايا زي الفل. بصوا الرز شكله حلو جدا.
طبعا هقعد بقى افرغ لكم شويه كده من الرز واحطه في طبق علشان اوريكم ازاي الطاجن من تحت مفيش اي التصاق فيه وحلو زي ما احنا قلنا. بصوا شايفين درجه اللون اللي واخداها على الوش، حلوه قوي كده، حمران كده مع لون تحفه. ده كله سبب القشطه والزبده اللي احنا حطيناهم على الوش. بصوا الارضيه زي الفل وما فيهاش اي حاجه خالص. بجد الوصفه سهله قوي وبجد مش هتندموا لو جربتوها. حلوه قوي قوي وهتشرفكم جدا، سواء بقى في عزومه او في البيت في اي وقت. وعلى فكره مسعفه جدا جدا، ما بتاخدش وقت خالص خالص ولا اي حاجه، وحتى مكوناتها يعني متواجده مش صعبه. اتمنى تجربوها، وعايزه اعرف رايكم في الكومنتات. الفيديو طلع ناجح معاكم ولا لا، وعجبتكم الوصفه ولا لا؟ ولو عجبتكم ما تنسونيش باللايك والكومنت والزر الجرس طبعا تفعلوه عشان يوصلكم اي جديد من قناه اكلات فريده. واتمنى اكون ما طولتش عليكم كالعاده، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.